نادي قبرصة ونادي سبكتين. وجوه سمراء وحماسة تشدهم إلى موطنهم القديم، حينما كانت لعبة المصارعة إرثا تقليديا تلعب بين قبائلهم كفخر وإظهار للقوة لدى الشباب، تدق لهم الطبول وينشد لهم الشعر وتؤازرهم النساء. انتقلت هذه اللعبة التي عرفت بمصارعة النوبيين من موطنها الأصلي بجبال النوبة بغرب السودان إلى ضواحي العاصمة السودانية الخرطوم. ازداد الإقبال عليها سيما من أبناء موطنها، فنظمت في شكل فرق ومنافسات، فأصبح لها جمهورها ومحبيها. نحن كأبناء جنوب كردفان من كل اتجاهات في السودان بنكون عندنا هذه برنامج بتاع المصارعة السودانية حرة حقيقة، يعني بيستمتعوا به الجمهور هناك في المنطقة، فكل قبيلة عندها صراع. فلما نجي هنا في العاصمة المثلثة جينا شكلنا برنامج بتاع المصارعة هنا في فرق، في برنامج بتاع فرق. هسه هنا في استاد بتاع المصارعة عندنا 8 فريق. ويبدو أن الحصول على تذاكر المباراة ليس بسهل، فعدد المشاهدين لمباريات المصارعة في ازدياد، وتشكل باحة الاستاد ازدحاما كبيرا. ده المصارع الذكي، يعني انت دائما تلعب على هفوات ينتهي الفوز بإسقاط المصارع لغريمه على الأرض، ويحظى الفائز بدعم وتشجيع كبير من قبل الجمهور. كانت تمارس كإرث وتمارس كنوع من إظهار القوة للشباب، وبحمد الله تطورت إلى أن وصلت هذا المستوى. فالحمد لله المصارعة السودانية الآن دخلت للمصارعة الأفريقية ثم العربية ثم العالمية. ورغم البداية التقليدية للمصارعة، لكنها تطورت وأصبحت تشارك في المحافل الإقليمية والدولية، وحرزت العديد من الميداليات الذهبية والفضية. نحن الحمد لله خشينا في بروتوكولات دولية، يعني كمصارعة خشينا مع دولة تركيا ودولة اليابان، عندنا مع بروتوكول مع اتحاد مصارعة ولاية الخرطوم، ودربوا لنا عدة ناس، وعندنا ناس بعثناهم لليابان، وإن شاء الله نحن حنشارك بقوة في أولمبياد 2020 إن شاء الله في طوكيو. يعني حنشارك بتيم قومي أولمبي من هذا البلاد، فعندنا يعني بنعد في أجيال لكي يشاركوا في هذا المحفل الكبير في 2020 إن شاء الله. أدار شول العمل توفيق جميل عبد العظيم. أدار شول العائد من جنوب السودان يتوق لممارسة هذه الرياضة منذ صغره، ورغم انفصال بلده عن الشمال لكنه آثر البقاء، فالمصارعة تلهب حماسه وتجري في عروقه. انتصر شول وازداد حماس الجمهور له في التشجيع، فهو محبوب ويعد من الموهوبين في مجال المصارعة. والله طبعا كنا مشجعين زي ما وريتك، يعني في السيوان كنا مشجعين، كنا عيال صغار يعني حبه قاعد نتفرج لحد باسك ما بقينا مصارع، يعني كان بنحبه شديد. يعني الواحد لما كان صغير بيتمنى يبقى مصارع، يعني كنا بنتجلد الفراز الزمان، الناس اللي قدامنا كانوا بيصاروا. يا هو حبه الواحد ما شاء الله يعني بقيت بيصارع معاه. يعني بجد الواحد لما صغير كان حبه يعني يبقى يصارع في الميدان يعني. وللمصارعين مسمياتهم وألقابهم المحببة لهم، والتي تشعرهم بالقوة والفخر، كجون سينا، وأسماء محلية لا تنفصل عن بيئتهم وثقافتهم. اللقب جون سينا طبعا، الاسم شعيب محمد حامد عريس، كابتن النادي قلب الأسد. سجلت في المصارعة السودانية من 2008، كان شبلي، لو حتى طورت كان نحن بنصارع في الخيمة، حتى بقت يعني استاد وكده. يعني أنا ذاتي يوم خشيت المصارعة السودانية دي، أنا ما خشيت جسمي ده بياكلني، يعني لازم أخش بالحماس وبالقوة والطاقة والحماس. فنحن كمشجعين بنأتي إلى هذه الحلبة في داخل هذه في محلية شرق النيل، بنأتي زي ما بقولوا من أماكن بعيدة جدا جدا، لأنه بنعتبر أنه هذه الرياضة واحدة من الرياضات المهمة عندنا، وهي كعادة وتقاليد موجودة أصلا لدى القبائل الغربية
في غرب السودان من أهلنا المسيرية والنوبة، وهي ثقافة بتعتبر أصلا عادة وتقاليد ينشأ عليها آبائنا وجدودنا. تشكل لعبة المصارعة للكثير من السودانيين والأجانب متنفسا ووقتا ممتعا لمشاهدة مصارعة تختلف في فنونها وتتسم بالحماسة والندية. يممت هذه اللعبة شطرها نحو العاصمة الخرطوم لتمثل جزءا أصيلا من ثقافة وتراث وإرث مناطق جبال النوبة، فأضحت رمزا للعزة والفخر والتباهي بإرث المنطقة. بدر الدين خلف الله لبرنامج بانوراما الخرطوم.